صراعات أبناء الأسرة. منو أبناء الأسرة اللي متصارعين؟ قول أساميهم وأنا جاوبه. أنا أسألك هذا مطروح. هذا كلام تجار. عطني اسم. منو المتصارعين؟ أبناء الأسرة من هم؟ الصباح كلها بالآلاف قاعد يتصارعون. إيش معنى تحرمها على ولد الصباح؟ أنت بديوانيتك مع ربعك في مجالسك في حواراتك تطرح وجهة نظرك وتختلف مع فلان وتؤيد فلان، مو هذا اللي أنت تسويه؟ نعم. ليش تحرمه على عيال الصباح؟ ما احنا كويتيين طبعا. ولو اختلفنا نحن مواطنين نتبنى رأي ونختلف مع رأي، لكن صاحب الرأي الأمير مو احنا. ليش تسمحون لنفسكم تقولون لي تبونه ولا تحكي واحد مصباح هذا يقصد ولد عمه، هذا صراعات شيوخ؟ هذه كذبة دكتور الشيخ وكذبة من التجار وكذبة من إعلامهم. أبي أسأل دستوريا اكو شيء اسمه مجلس إدارة أبناء الصباح لحكم الكويت؟ لنا صوت؟ ممنوع ندخل مجلس الأمة، ممنوع ندخل تجارة، ممنوع ندخل مناقصات. نحن مواطنين درجة 10. المتجنس أمس عنده مميزات مو موجودة عندي. نحن في دولة دستورية، الحكم لرئيس السلطات سمو الأمير، ومن يفوض الأمير مجلس الوزراء المهيمن شنو؟ على سياسات الدولة وتنفيذها. انتوا ليش تخلطون؟ مجلس الوزراء في 2 من الصباح 3 سويتوا أسرة الصباح. ايش دخل أسرة الصباح؟ رجاء عيدوا مفاهيمكم، عيدوا ما حفظوكم إياه تجار السياسة الخونة الانقلابيين. أنا مواطن زي زيك. لا أنت شيخ على منو؟ شو اللي بيدي أسويه؟ أبناء الصباح هناك المفلسين، وهناك اللي ما عنده بيت، وهناك اللي عليه أقساط مو قادر يدفعها، وهناك من هو بالسجن. أنا دخلت سجن نسيته؟ كم واحد من الصباح دخل السجن؟ أكو أحد من عوائل غرفة التجارة دخل السجن؟ طيب شيخ خلني أختم اللي جونا من زبير ومن البصرة ومن مش عارف ايش صاروا هم عيال بطنها وصرنا احنا لفو. اللي من الصباح محترم وكفو نحطه على راسنا، واللي من الصباح ايا كان يكون لا ما لا وعليه ما عليه. ليش قاعد تفرقون؟ هذول ابناء اسره وهذول مواطنين. لا يبا احنا مواطنين. الناس ماكو شيء اسمه يعني اليوم ما نبي نروح لأسرة صباح، نبي نروح لأسرة الأمير. ابتداء من دستوريا، ابتداء من عبد الله السالم، صباح السالم، يابر الأحمد، سعد العبد الله، صباح الأحمد، واليوم شيخ نواف الله يطول بعمره. عيالهم اللي ببيتهم ساكنين معاهم له قرار، له سطوة، له أمر، يتصل على أي وزير يقول له سوي كذي لا تسوي كذي، أنا ولد الشيخ. ما يحق له، أبوه ما يسمح له. بينما ابن التاجر وهذا يدري يرفع التليفون، الو ليش ما طلعت القرار الفلاني؟ الحين تلعونه، فهمت ولا اشيلك من مكانك؟
كم حادثة صارت من هذه، من تاجر عقود ومناقصات الحكومة يهدد ويتوعد بعضو بالبرلمان وبوزير وبمسؤولين وزراء. أنا بالشاهد ايش كثر طقوا بيبان علي. ما يجوز تكتب كذي، هذا ولد فلان. أنا كتبت عن دولة الكويت كلها، كتبت عن النظام والحكومة. منو أنتم اللي ما أكتب عنكم؟